السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم عالم فاصل إدريسي. كنتمنى تكونوا على خير وبصحة جيدة. ما تنساوش دعم القناة باشتراك ثم تفعيل الجرس ليصلكم جديد كل وصفات. اليوم إن شاء الله غادي نبارطاجي معكم في هذا الفيديو لي كادو اللي جاوني في لانيفرسير ديالي والتحضيرات اللي درت في لو سان فالنتين حيت كيتزامن مع لانيفرسير. المهم كنشكر كاع صحاباتي اللي تفكروني دو ا زد. كنشكر غزلان حيت تحملات عناء السفر باش تجي عندي للمدينه اللي انا ساكنه فيها، وكنشكرها بزاف بزاف. كنشكر امينه حيت تفكرتني. ميرسي امينه على لو كادو زوين بزاف. مريم كذلك كنشكرها حيت تفكراتني. راجلي كذلك ومامتي الحبيبه اللي ديما مفكراني بعيد ميلاد ولا بلا عيد ميلاد لهلا يخطيها عليا. اليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم التحضيرات كيف ما قلت ديال لو سان فالنتين. غادي نحضروا لي كوكلي معمرين بالروز ومرافق نرافق معهم الخضره سوتي، وغادي نصاوبوا الكيكه المخمليه او ريد فيلفيت اللي معروفه اللي معروفين بها زعما كدار في هاد المناسبه. الوغ نخليكم مع مقادير الكيكه. غادي نحتاج فيها 4 البيضات، سكر سني، سكر 150 غرام سكر سنيده، وفانيا وخماره، و150 غرام ديال الدقيق. كنزول منه معلقه كبيره كنزول منه معلقه كبيره وكنعوضها بمعلقه كبيره ديال الكاكاو اون بودر. وغادي نحتاج الملون الاحمر. هنايا غادي نطرب البيض. غادي نفصل البيض البيض على الصفر، وغادي نطلع البيض ديال البيض وعاد كنضيف ليه سنيده وغنضيف ليه الفانيا وغادي نطلعوه مزيان نخدموه مزيان. عاد غنضيف ليه الملون الاحمر. انا تقريبا هنا اكتفيت براس معلقه ديال الملون الاحمر. انا هنايا استعملت بودغ. الا كان عندكم لو جيل تستعملوه او السائل ليكيد، ملون ليكيد. وصافي. مني غادي نطلعهم عاد غادي نضيف لهم النواشف. غادي نغربل الدقيق مع الخماره ومع ومع الكاكاو. وغادي ندير الكيكه ديالنا طيب على عافيه مهيله. ونتلاقاو، نشوفوا زعما نتلاقاو نخليوها
الكيك ديالنا من بعد ما خرجناها من الفران نجيبو سيرو كنصاوبو بالماء وسكر سنيده وفاني كنسمو بفاني. المهم ولا كريم انا كنكون ديجا طلعتها لا كريم فريش. ديجا وريتكم في فيديو سابق لا كريم اللي كنستعمل، وانا كنطلعها غير تقريبا بمعلقه او جوج معلقات الا كثرت ديال سكر كلاصي. ما كنكثرش فيها السكر بزاف، ما كنبغيش انا الحلوه تكون حلوه بزاف بركه، غير انني يعني ديجا نكون ساقيها بالسيرو. المهم انا جبت هنايا مول على شكل قلب، قطعت به لو كيك ديالي، وغادي نحتفظ بهذوك الزوائد غادي نحكهم في حكاكه غليظه. بغيتو تفرتوه فرتوه. المهم جاتني انا ساهله انني نحكو في الحكاكه الغليظه. الشكل النهائي ديال لو كيك ديالنا كيف ما كنقول لكم ديما التزيين كيبقى على حسب الرغبه ديال كل واحد، وعلى حسب الذوق ديال كل واحد، وعلى حسب المتوفر عندكم في الدار. انا زينتها بهذا الشكل، تقدروا نتوما تزينوها باي شكل بغيتو. كنتمنى تكون نالت اعجابكم الكيكه، وغادي ندوزو دابا نوجدو لي كوكلي ديالنا. غادي نحتاج هنايا 4 الكوكليات، حنا غير 3 بيرسون 3 الاشخاص، غادي نكتفي ب3 لي كوكلي. غادي نحتاج الروز، كنكون الروز ديجا سالقاه مع شويه تاع الكفته. كنكون الكفته درتها شويه حرتها في شويه تاع الزيت والعطريه والثومه اون بودغ والربيع. كنضيف شويه تاع الهريسه
والحامض مصيّر. الروز ديالنا غادي نحتاج حامضة، عصير حامضة والزيت زيت البلدية. العطرية اللي غادي نرقد فيها لي كوكلي ديالنا، غادي ندير خرقوم، إبزار ومليحة والربيع والثومة اون بودغ. غادي نرقد لي كوكلي ديالنا في هاد الاقامه، ومن بعد غادي نعمرهم بالروز ديالنا. نتوما تقدروا تخيطوهم، سينو انا هنايا غادي نربط لهم رجيلاتهم وغادي نبخرهم في الكسكاس. كنكون ديجا قطعت فيه بصيله، وكندير فيه دي طرونش ديال الحامض، والربيع وريقات ديال الربيع، وكنديرهم يتبخروا لينا، ونتلاقاو نشوفوا شنو غادي نديروا ليهم. طابوا لينا لي كوكلي ديالنا، كندهنهم انا هنايا بشويه ديال لا موطارد وشويه ديال السمن. انا السمن عندي ضروري ملي كنكون باغي نحمر الدجاج او لي كوكلي، ضروري من السمن، يعني كيعطي واحد لذة خاصة. يعني الطبخ المغربي معروف ب... معروف بالسمن ضروري، بحال هكا الاكلات البلديه يكونوا فيهم شويه تاع السمن. غادي نرافقهم كيف ما قلت لكم بخضار. انايا هنايا اللي متوفر عندكم، انا هنا درت الكورجيت والخيزو والبطاطا صغيره. سلقتهم وصوطيتهم في شويه تاع زيت العود، زيت البلديه، وشويه تاع الثومه، وشويه ديال الكمون، ابزار ومليحه والربيع بطبيعة الحال. وكان نرافقهم مع لي كوكلي ديالنا. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق، كيف ما كتشوفوا كيجي في المنظر ديالو زوين. كنتمنى الوصفات ديال اليوم يكونوا عجبوكم، وراقت لكم وعجبتكم الفكرة. ديال فكرة العشاء، زعما يكون بحال هكا بسيط، ما غير مكلف بزاف. وخليتكم على خير، نتلاقاو في فرصة أخرى إن شاء الله. وما تنسوش دعم القناة باشتراك. وخليتكم على خير وبالصحة والراحة.